لا بد ان القلوب القاسية لها علامات. وانا عشان يعني اوضح المسألة لابد من ان ابين بعض من علامات القلب القاسي. وانا اولكم اراجع مع نفسي، هل يا ترى انا صاحب قلب قاسي ام صاحب قلب خاشع لين مع الناس؟ وانتم كذلك رجالا ونساء، ابنائي وبناتي، نشوف يا ترى ايه ال القلب القاسي. اولا هو القلب القاسي ده كيف يقسو؟ قالوا اول شيء من علامات او من روافد قسوة القلب كثرة النوم. الناس النوم مرتبط كما قلت لكم من قبل بكثرة المعاصي. كل ما الواحد يذنب اكثر كل ما ينام اكثر، كل ما ذنوبه تكثر كل ما نومه يكثر. ليه؟ من اين اتيت انا بهذا الكلام؟ الجنة، كم ساعة ينام الانسان في الجنة؟ سبحان الله، كم ساعة؟ ولا دقيقة ولا ثانية. لا نوم لا موت، يعني لا هم لا غم لا حزن، سبحان الله، لا ليل لا نهار، ما فيش، خلاص عالم اخر. اذا ما فيش نوم في الجنة. ليه؟ لان اهل الجنة لا يعصون الله رب العباد، ما يعصوش ربنا. فعدم الذنوب مرتبط باليقظة، وكثرة الذنوب مرتبطة بالنوم. وقلنا من قبل احنا لو حسبنا ان لو نمت 8 ساعات كل يوم واموت وانا عندي 60 سنة، اذا انا نمت من عمري 20 سنة. 20 سنة نوم، تلت العمر ضاع نوما. وما اطال النوم عمرا ولا قصر في الاعمار طول السهر، لا ده ولا ده، كما قال الخيام. هي كده. فالعبد مننا كثرة النوم. ايضا من ضمن روافد قسوة القلب كثرة الاكل. الطعام ده مصيبة. ليه؟ الصالحين كان عندهم قضيتين: قلة الطعام مع وجود المال الحلال الذي يشتري به هذا الطعام. فماله حلال، فالمال الحلال شفاء من كل داء. وانا لا ادري لماذا سبحان الله العظيم المسلمين يعني كثرت بطنتهم، يعني ياكل ياكل وياكل اغرب من الخيال. بناتنا ونساؤنا ربنا يهدي الحال هم اكثر الناس ذهابا الى عيادات الحمية والرجيم. تأكل سبحان الله ما لذ له وطاب، وينفق في هذا آلاف، ثم تذهب إلى الطبيب لتعمل حمية عشان تخفف من آثار كثرة الطعام، وتنفق آلاف. فتنفق المسكين أو المسكين الرجل الذي ينفق عليها ضعفين. مسألة إيه؟ مسألة في كثرة الأكل، ومسألة في علاج يعني زيادة الوزن. الله، طب كفى بابن آدم ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه، صح ولا لا؟ لكن اخذ كل المعدة للطعام والشراب لا مجال فيها، النفس والعياذ بالله يصلي صلاته تعبانه، ما يقدر يركع، لا يستطيع، لا يستطيع السجود. لو اطال الامام في السجود قليلا يا الله يقول لك فين الاكسجين، اتق الله يا رجل انت اطلت بنا، وما اطال به هو الذي يعني سبحان الله. فاذا كثرة النوم، كثرة الاكل، ثم من ضمن روافد قسوة القلب كثرة الكلام. واحنا امة اصبحت امة مكلمة، كله يتكلم كله يتكلم. يا مؤمن، لماذا خلق الله لي لسانا واذنين؟ ليه؟ ها، فكر فيها. عشان كلامي يكون نصف استماعي، يعني استمع ضعف ما اتكلم. فلو تكلمت 10 دقائق لازم استمع ثلث ساعة. لو تكلمت ساعة يبقى انا استمع ساعتين. لا، ده احنا امة العرب الله اكبر علينا ما شاء الله، والمسلمين يتكلمون سبحان الله 7 ايام ويستمعون 7 ثواني. ده اذا اراد ان يسمع، وبالذات لزوجته، وبالذات لاقاربه، وبالذات لمن يريد ان ينصحه، بالذات للشيخ في المسجد معاه مسبحة كده وقاعد سبحان الله يعدي فيها: يا ابن اتق الله، الرجل الخطيب يخطب، ومن مس الحصى فقد لغى، جمعتك ضاعت. قاعد سبحان الله مطلع المحمول ويكتب رسائل اثناء، دي قله ادب. طبعا انا لو اصطدت واحد من هؤلاء وانا على المنبر ده يعني يكون امه قد دعت عليه ليله القدر، دي قضيه اخرى. لكن يعني يشكو بعض تلاميذنا وابنائنا من الدعاء والائمه والوعاظ يعني يقول لك الناس يطلع يا اخي، لا، وانت تقول له يا شيخ ما تسكت له، يبقى انت تعظه ان تنهره عما يصنع.
اما تتركه بهذا وهو يظن ان صلاته هو مجرد صلاه الجمعه، ان حضور معاليه وسيادته هو ده يعني قضى الامر. لا، يبقى يتقي الله عز وجل. لو انت قاعد امام الوزير يجوز ان ترسل رساله وانت قاعد امامه؟ والله ما تستطيع، لا تستطيع. ليه؟ لانك هتستحي. والمعقول يا اخي اجلس مع الوزير وارسل رساله لزوجتي ولا لابنتي؟ معقول هذا؟ لا. كثره النوم، كثره الطعام، كثره الكلام، سبحان الله. ثم كثره المخالطه. في واحد له معارف 1000 بني ادم يا اخي، كفى بصديقين او 3. وفي شروط 5 لمن تصاحبهم. عاد صادق، اشترط شروطا 5 في من تصادقه. إن ما كانش فيه المواصفات ال5 دي لا داعي. اول شيء ان اذا رآك غافلا ذكرك. ادي الصديق الصح. يا فلان لم تصلي معنا العصر، يا فلان لا نراك في درس العلم، يا فلان كذا وكذا، ما فلان ما شاء الله كنت المقرأة وتراجع القرآن واوشكت على حفظ البقرة وآل عمران، ده انت خلاص كان فاضل لك باقي لك 2 أو 3. يبقى يذكرك. طيب ان رآك غافلا ذكرك. طيب وان رآك ذاكرا اعانك. مش يقول لك يا شيخ لا تتشدد، ايه التصرف ده يا عم؟ مش كده، الدين يسر. الله، وريد لا يفعل شيء الا انه يصلي الفرض وبعضا من النوافل او شيء من القرآن بس، لم يصنع اكثر من هذا. لكن لا، ده هو يصور. لا بالعكس، الاخ الصادق الذي او الصديق الصالح الذي ان رآك غافلا ذكرك، وان رآك ذاكرا ايه اعانك. ادي الشرط الثاني للاخوة. الشرط الثالث اذا رأيته ذكرتك بالله رؤيته. اول ما تشوفه كده يا الله، والله فلان ده كان السبب في انه عرفني الشيخ عمر، وسمعت دروسه، وسمعت كذا درس كذا وكذا. والله ده اللي اعطاني مره سي دي كده ولا قرص ولا شريط ولا كتاب نفعني، خلاني اواظب على الصلاه، خلاني اتقي، خلاني امسك لساني، وهكذا. ان تذكرك بالله رؤيته. وبعدين ان يدلك على الله حاله، لا يقول كلاما ويطبق كلاما اخر. ودي اخي الكذب حرام وهو يكذب، الدخول في المواعيد حرام وهو سبحان الله ولا يحافظ على المواعيد. لا، مش كده. ان تذكرك بالله رؤيته، وان يدلك على الله حاله. ده الشرط الايه الرابع. الشرط الخامس ان يزيد في علمك منطقه. كل ما يتكلم تزداد علما، مش تزداد جهلا. مش يروح يستفتي سيدي جوجل. لا، سيدي جوجل لا يدرك من الفتيا شيء. لناس الان على في مسألة الطلاق، ودي مسألة لو سئل فيها عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. يروح على النت ويفتح الشبكة العنكبوتية ويروح على جوجل وياخد منها الفتوى. يا ابن الحلال ليس هذا الكلام مش منطقي كده. وروح للشيخ واستفتيه. دي بيوت تقام على حلال وحرام. طيب إذا المنابع ال5 دي، كثرة النوم وكثرة الأكل وكثرة الكلام وكثرة المخالطة، سبحان الله، بهذا المنطق، وكثرة التهريج، ال5 منابع دول تقسي القلب. طيب إذا قسى القلب، أول شيء تتعطل الحواس، لأن القلب ده الملك والحواس شغال عنده. فالقلب ما دام قاسي ينظر للمحرمات، يتكلم في الفوضى، يسمع سوء الأدب، يروح برجليه إلى المكان، ويصير العبد ألعوبة في يد الشيطان.